اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا أموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، والنهاردة فيديو جديد بقى كده، ايه روتين اليوم كله عملت فيه ايه. طبعا الولاد نزلوا في، يعني ربنا يخليهم ويحفظهم يا رب. في حد طبق اللحاف بتاعه وفي حد التاني لأ. التانية دي كانت نازلة مست... مستعجلة، يعني لأنها بتصحى بدري الساعة مثلا 6. فطبعا احنا صاحيين 6، دي هي مش شايفة قصادها، فيعتبر لبست ونزلت. اللي مطبقة بقى السرير بتاعها دي اللي هي بتنزل بعد الظهر، بتنزل الساعة 11. فكانت رايقة بقى وفايقة كده، فطبقت كتر ألف خير. طبعًا أنا ما باستكفاش بتطبيق، أنا بس إيه، مجرد بس إن الحِفَة تتلَم عشان أنتم عارفين فرش الشتا الدنيا بتبقى هايصة والحاجات كتير والفرش كتير، باخُش الأوضة باكتئب. يعني كل اللي أنا عاوزاه إن هُم يطبّقوا للحِفَة، كده الملايات مش هيضبطوها زي ما أنا باضبطها، فيعني يطبّقوا للحِفَة بس، مش عاوزة حاجة أكتر من كده، والكُتب بتاعتهم تتشيل ترجع مكانها وخلاص. المهم كان في بقى طبعًا غسيل عاوز يتطبّق، وقُلت أبتدي بيه الأول بقى، يعني أطبّق الغسيل كلّه، وأحُط كل واحد في الرف بتاعه حاجته، وهدوم الخروج أعلّقها، واللي محتاجة حاجة تتكوي أو كده أحُطّها على جنب، بحيث إن أنا إيه، أبعتها للdry clean يعني. هاطبّق بقى كل الهدوم. اليوم النهارده طويل وهيعجبكم الروتين جدًا، حاجات كتيرة مختلفة ما عملناهاش قبل كده مع بعض. آمم، عاوزة بس أقول حاجة، لإن أنا متضايقة جدًا من الفيديو اللي فات. أنا مش جابرة حد إن هو يتفرّج على القناة بتاعتي، أنا باحب شغل البيت وباحب التنضيف وباحب الترتيب وباحب النظام وباحب كل الكلام ده كلّه، وباتكلّم بطبيعتي خالص، لا باتصنّع ولا باطلع إن أنا عاملة حاجة من ورا الكاميرا وقصاد الكاميرا لأ، أنا باطلع بطبيعتي كده. فما تخشش واحدة محترمة، يعني أنا ما رضيتش، يعني أنا ما ليش إن أنا أغلط ولا أعيب في حد ولا الكلام ده خالص، ولا ليّا في الكلام ده خالص. أنا كنت ممكن ردّيت عليها في الcomment بأسلوب مش كويس، زي ما هي بتتكلم بأسلوب مش كويس، أنا كمان كنت ممكن ردّيت بأسلوب مش كويس. بس طبعًا تربيتي ما تسمحش إن أنا أرُد، مش ضعف ولا حاجة. لأ، أنا ما عملتلكيش حاجة، أنتِ مش عاجبِك المحتوى بتاعي، يعني عندِك ما فيش أسهل من كده، اخرجي برّه القناة وما تتفرجيش. لكن ما تخشيش تغلطي و وتقولي كلام يضايق، يعني ده بيقول لِك فلتقل خيرًا أو لتصمت، يعني أنتِ استفدتِ إيه أمّا قُلتِ كلمة حرقت دمي؟ بصراحة أنا يعني متأخرة في الفيديو، لإن أنا كنت متضايقة جدًا من الcomment وما رديتش عليها. وفوّضت أمري لله بقى هو ياخد حقّي، لإن معلش أنا لو ردّيت على دي، وردّيت على دي، وردّيت على دي، ونزّلت من مستوايا لأي حد هيتكلّم أو يقول كلمة مش كويسة، يبقى أنا باكتسب سلوكيات زي الزفت، مش هابقى أنا. يعني اللي هيشتم هاشتمه، واللي هيغلط هاغلط فيه، واللي كده أنا ما فيش الكلام ده. ما فيش الكلام ده. اتضايقت شوية، بس رجعت تاني وقُلت لأ عادي، زي ما أنا باخُش قنوات كتير، في قناة بتشدّني وفي قناة لأ، باخرج منها بكل احترام وبكل أدب وبكل ذوق. ما فيش داعي خالص إن أنا حتى، يعني لو القنوات دي مثلًا قليلة والّا في حاجة مش عاجباني والّا أي حاجة، عادي أنا أحتفظ برأيي لنفسي. أنا مش داخلة عشان يعني أعدِّل على ده وعلى ده وعلى ده، بالعكس أنا القناة اللي بتعجبني باخد منها وصفات، باخد منها طرق تنظيف، أنا باحب اليوتيوب جدًا من قبل ما أفتح القناة ومن قبل أي حاجة، ولا عمري جرحت حد ولا عمري ضايقت حد. حتى الcomment السلبي أنا بامسحه، أنا كنت ممكن رفعت الcomment بتاعها، بس أنا مسحته. بس عامةً يعني مش الcomment بتاعِك اللي هيحرق دمي، أنا اتضايقت شوية والموضوع خلص ومكمّلة.
ومش عاجبِك قناتي ما تتفرّجيش عليها، عادي سهل جدًا، ما حدش قال لِك اشتركي أصلًا في القناة وخشي اتفرّجي على الفيديو. وهنا كنت خلّصت الأوضة، طبّقت بقى ضبّطت الملايات وحطيت الهدوم في الدواليب، ولمّعت الخشب وطبّقت الإلحافة بالطريقة اللي أنا باحبها. وكنت جايبة بقى بيجامتين للبنات، طبعًا بعد ما طلّعت الشتوي ودخّلت الصيفي وفرزت الحاجات الصغيّرة خرّجتها، والحاجات اللي هتنفع حسّيت إن في إيه، يعني ال الترنجات محتاجين يعني على الأقل كل واحد قطعتين، فقُلت هاجيب 2 دلوقتي وعلى العيد كده إن شاء الله أو قبل العيد بشوية أجيب لهم 2 كمان. دي دفايات، أنا باحب القطيفة جدًا، 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 يعني ليها رونق كده ليها هيبة كده زي ما بيقولوا. جِبت لدي هي مش دفاية، هي بيجامة عادية لإن ما فيش دفايات بالكابيشو، بيجامة، بس أنا ولادي ما بيحبوش الترنجات التقيلة أوي، بس هي دي حلوة جدًا، حلوة، حلوة يعني، حتى أنا آآ قِستها، أنا جايبة لهم طبعًا مقاسات كبيرة لإن ما شاء الله البنات كبروا، البنت وبيطولوا ماشي، البنت اللي في تانية ثانوي البيجامات جات على قدّها، البنت اللي في أولى إعدادي هو الطول تمام، لكن طبعًا أنا عندي بنت يعني جسمها مضبوط شوية والبنت التانية رفيّعة، بس أنا باجيب للرفيّعة دي المقاسات الكبيرة عشان تدّي طول. جِبت دول، الواحدة عاملة 480، الأسعار رايحة في حتّة تانية، في حتّة تانية، في حتّة تانية يعني. حب اللون البني حلو أوي والجنزاري، كنت جايبة اللون البطيخي بس ما عجبهاش فغيّرته وجِبت الجنزاري. خلّصت بقى كده خلاص وخرجت من الأوضة، دخلت بقى على المطبخ الجولة التانية بقى. طبعًا أنا مسرّعة أهو الفيديو بتاع المواعين عشان في حد قال إحنا يعني بنتفرّج وبنحبِّك والكلام ده، بس الباقة ما بتقضّيش إن إحنا نتفرّج على الفيديو كامل عشان الفقرة بتاعة المواعين بتبقى طويلة، فقُلت أجرّيها لكم مرّة كده ومرّة كده. هاخلّص بقى المواعين كلّها، ما كانش يعني المطبخ كان مقلوب بصراحة، وقُلت بقى إيه المواعين أشطّبها كلّها معاكم كده عشان أتشجّع يعني زي ما أنا باشجّعكم أنتم كمان بتشجّعوني، وأنتم كمان ليكم فضل كبير أوي في حاجات كتيرة أنا غيّرتها وحاجات كتيرة أنا جددتها. خلّصت المواعين ودخلت بقى عشان نعمل الغدا، الولاد عاوزين ياكلوا برّه. طبعًا إحنا عاملين مقاطعة بقى لنا كتير، كتير، كتير ما دخلناش المطاعم اللي هي بتاعة البرجر وبتاعة الفراخ الكريسبي والحاجات دي، فقُلت بقى إيه يعني والأسبوع ده كنا كلنا قرنبيط وكلنا عدس وكلنا مكرونة وبطاطس وبتنجان مخلِّل، فقُلت لأ بقى آخر الأسبوع خلاص كده لازم أضبّطهم شوية. بعتّ عندنا محل هنا بيبيع الحاجات اللي هي الfrozen دي، بعتّ جِبت كيس آه، الأولاني ده بانيه أيوه ده شبه عامل قطعة كاملة كده شبه هو اسمه بانيه فراشة ماشي، القطعة كبيرة يعني أنا ممكن أقسمها 2، الكيس عامل فيه حوالي 7 قطع هو كيلو صافي، الكيس عامل 230 والبطاطس إحنا بنحب البطاطس الفارم دي في اللي هي يعني دي تعتبر الوسط، في اللي هي الأولمِت بتبقى رفيّعة أوي، وفي اللي هي الفريسكاس برضه مش بنحبها أوي عشان الطبقة اللي بتبقى عليها، فأنا باحب اللي هو الفارم. الكيس عامل 150، 2 كيلو ونُص تمام، وجِبت الكايزر بتاع المحلات عشان بقى يبقى الأكل كلّه كإنه من برّه، ما فيش أي اختلاف. حمّرت طبعًا البانيه، القطع زي ما أنتم شايفينها كبيرة وكريسبي وطعمه حلو أوي، إحنا بنحبه. حمّرت البطاطس يعني مش كلّها، خدت جزء كده حمّرته وطبعًا العيش جاهز، هابتدي بقى أقطّع الخضار عشان أعمل لهم ساندوتشات كده زي بتاعة برّه بالضبط، جِبت بصلاية كبيرة وهاقطّعها بقى شرايح كده، والطماطم كمان هاقطّعها برضه شرايح،
وجِبت كابوتشا وكان عندي كاتشب ومستردة، ما كانش عندي مايونيز، فاستكفيت بقى بالحاجة اللي كانت عندي. هاخلّص تقطيع بقى كُلّه وأحُط في الساندوتشات. طبعًا بمناسبة الطماطم، الطماطم بقت حلوة أوي في السوق، حلوة، حلوة يعني، وخلاص وصلت ل8 جنيه، وطماطم حلوة ما فيهاش أي حاجة بايظة، وفي ب5 جنيه. إن شاء الله أجيب قفص كده وأفرّزه معاكم عشان رمضان إن شاء الله، وعشان يبقى في البيت. الطماطم بقى غليت، رخصت، أي حاجة، أنتم عارفين الأسعار بتيجي تعلى في المواسم يعني في رمضان والعيد، فيبقى إحنا عندنا الحاجة في البيت مش شايلين هَم حاجة. إن شاء الله الفيديو الجاي أو اللي بعده نفرّز طماطم زي ما عملنا السنة اللي فاتت، و والخضرة بقت حلوة جدًا في السوق، برضه عاوزة أجيب كمية خضرة كده وأفرّزها. يعني في شوية تفريزات الفيديوهات الجاية، وعاوزين نعمل الولاد نِفْسهم بقى نقلب حلة الشتا بقى وكده، نقلب حلة كرنب كده على الصينية وناكل ونتدفّى. إن شاء الله الفيديو الجاي نعمل الكرنب سوا من أول حاجة لآخر حاجة، يعني مش هاجيب أي حاجات متفرّزة، هاجيب الكرنبة واسلقها والخضرة ونقطّعها والطماطم وكل حاجة هنعملها مع بعض، ونقلب الحلة كده مع بعض ونشوف البخار وهو طالع من الصينية. وهنا خلاص أهو أنا خلّصت تقطيع كُلّه وهاعمل باجيب بقى، هو المفروض يعني المفروض إن أنا الصوص ده باقلّب الكاتشب بالمستردة بالمايونيز أمّا باجي أعمله، بس أنا حطيت كل حاجة في طبق وما لقيتش عندي المايونيز، فاستكفيت بقى بالكاتشب والمستردة. هابتدي بقى أدهن الكايزر من ناحيتين كاتشب ومستردة، وهابتدي بقى شايفين الألوان، الكابوتشا، اللون الأخضر والبصل الأبيض والطماطم، وبعد كده حطيت البانيه. في قطع حطيتها على بعضها وفي قطع قسمتها عشان تقضّي، ما شاء الله رموا معانا كتير، حتى بنتي شالت يعني واحدة عملت كده والتانية ما رضيتش، قالت لأ أنا ما باخدش أكل معانا أصلًا، أنا باروح أقعد ساعتين 3 وبارجع، عشان ده كان وقت الامتحانات. الفيديو ده كان متصور الأسبوع اللي فات وإحنا بنمتحن، فأنا كنت حبيت أروّق عليهم كده وأعمل لهم حاجة هُم بيحبوها، بس اتأخرت في تنزيله عشان أنا كنت متضايقة، بس خلاص كده الحمد لله ربنا ما يجيب مضايقة ولا زعل ولا أي حاجة. شالت ساندوتش عشان تاخده معاها المدرسة، و وخلاص كده هاعمل بقى الكمية كلّها. أنا عملت معاكم كام واحد كده، بس أنا كمّلت طبعًا الكمية، يعني كل واحد من البنات خَد ساندوتشين وأنا خدت 2، جوزي ربنا يبارك فيه كَل 3 واتبقى فينو واتبقى بانيه واتبقى خضار، البطاطس خلصت الحمد لله، وبالهنا والشفا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وضِفت لكم أي معلومة وأكون ضيفة خفيفة على قلبكم. ولو وصلتِ لحد هنا ما تنسيش تحطّي اللايك والاشتراك، ولو مش مشتركة انزلي اشتركي وفعّلي زر الجرس على الكل عشان يوصلِك منّي كل جديد، وأمّا أنزّل فيديو جديد ييجي لِك إشعار. باي، باي.